إنسان يشارك الناس، صحيح فريد في مشاركته أفراح الناس ومشاركته في أحزان الناس. من كام سنة كده كنا قاعدين قاعدة مع الشعب في نيوجيرسي، وبعدين الأخ وديع اللي كان ماسك بيوت الطلبة هنا قال لي تعرف قصة الوزة؟ قلت له وزة ايه؟ قال لي ما حكالكش ابونا لؤى؟ قلت له لا. قال لي مرة كده الله يرحمه بقى نظمي برسوم الشماس المكرس، وهو قاعد في المكتب بتاعه بص لي ابونا لؤى داخل مش قادر يمسك نفسه من الضحك. فقال له ومعاه ابونا بشوي، فقال له في ايه ابونا لؤى؟ قال له كان نفسي يبقى معايا كاميرا، وقعد مش قادر يتكلم. ففي الاخر عرف القصه الاتيه. كان في سيده ولدت عندها بيبي لسه والده حديث، فراحوا الاثنين مع بعض. فالست بتقول لابونا ممكن اعمل لكم كوبايات مغات؟ فابونا بشوي قال لها انا ما بشربوش، لو عايز تعملي نتعشى. الست استغربت يعني، قالت له قوي. قال لها هتعشينا ايه؟ قالت له اذبح لكم وز. قال لها بصي تديني حقي ناشف. فابونا لا واقف ايه اللي قالت له قوي. قال لها خلاص. قالت له اهي الوز. فبيقول لي يا دوب صلى بسرعه، راح واخد الوزه تحت الفروجيه بتاعته ومسك بقها عشان ما تعملش صوت وطلع يجري. فابونا بيجري وراه، فبدل ما يطلع على العربيه مثلا ناحيه اليمين طلع على الشمال. يا ابونا بشيل العربيه هنا. قال له بس تعالى معايا. فطلع بعد كام بيت كده ولغايه ما طلع السطح، فليه شويه عيال صغيرين. قال لهم ماما فين؟ قالوا له جوه موجوده. فدخل فقال لها خدي الوزه دي عشان تعشي العيال. فالست قالت للعيال مش انا قلت لكم اطلعوا صلوا على السطح عشان ربنا يبعت لنا الاكل؟ فالعيال قالوا لها يعني ربنا هيفتح لنا طاقه في السماء ينزل لنا اكل؟ جاب لهم الطاقه اللي تنزل الاكل، وذبح الوزه بنفسه وحطها في الميه المغليه عشان يشيل الشعر وسابهم مشي. صوره جميله رائعه للنفس او للانسان اللي الله يستخدمه بكل الوسائل لاجل راحه واشباع الاخرين. الحقيقه ليه قصص فريده كثيره في محبته لخدمه الفقراء بايديه، ولكن ايضا بنظام وباهتمام بخلاصهم. يعني ما ننساش اول ما اتفتحت الكنيسه ابونا عامل اجتماع يوم الاثنين، كانت الكنيسه دي تبقى مليانه فصول للفقراء. واول ما اتفتحت كنيسه الحضره وكنيسه الانبا تاكله وغيره، قال كل واحد من منطقه الحضره يروح الحضره. الستات في الاول زرجنوا، قالوا ده احنا اجتماعنا بيحضر فيه عدد كبير وكنيسه مليانه وبنحضر دروس. قال لهم مش موضوع دروس، احنا موضوع نفوس توصل لربنا. شوفوا الحضره فيها قد ايه، بندفع مبلغ كذا يوصل لهم كل شهر، لكن ما ياخدوش الفلوس مننا، ياخدوها من ابونا صليب او هو يختار الشخص الموجود عشان يرعاهم ويهتم بخلاصهم. الناس اللي بيروحوا الكنيسه الفلانيه يروحوا كنيستهم ونبعت لهم فلوسهم. وصمم بصينا لقينا الاجتماع فضة خالص، لكن هو سعيد. مش المظهر البراني ان في 200 ولا 300 ست بتيجي وطالعين واخدين فلوس واخدين اكل في العيد وغيره، مش ده المنظر اللي بيشغله. لكن اللي كان يشغله ان النفوس دي تبقى اولاد ربنا المقدسين لربنا، واللي ترعاهم الكنيسة، وان اللي يهتم بيهم كاهن الكنيسة. فكان دايما يقول واحنا فتحنا الكنيسة الفلانية ونقعد نسيب شعبها عندنا،